الجو ده مش محتاج غير برام رز معمر فلاحي متحضر بكل بساطه، اي حد يقدر يدخل المطبخ ويحضره بكل سهوله. اول خطوه قبل ما ابتدي في تحضير الرز بسخن الفرن من فوق ومن تحت على حراره 180، ولو مش بتشتغل من فوق ومن تحت مع بعض بشغل من فوق بس. بعدها بغسل الرز وبصفيه كويس جدا وبضيف عليه الملح والفلفل، وطبعا كميه الملح بتكون راجعه لكم انتوا على حسب انتوا بتحبوا كميه الملح فيه قد ايه. بعد كده اختياري جدا لو حابين تضيفوا قشطه او كريمه، طبعا كل الحاجات دي بتكون اختياريه لكنها طبعا بتفرق في الطعم. نيجي للحليب، لكل كوبايه من الرز بضيف عليه كوبايه الا ربع من الحليب ومعاها ربع كوبايه من الميه المغليه، يبقى كده كل كوبايه من الرز معاها كوبايه من السوائل، اما كوبايه من الحليب او ان انا بنقص منه ربع كوبايه وبخليها ميه مغليه. ده بيسوي الرز افضل وبيخليه كمان لما بيغلي في الفرن مش بيوقع. وبدخله بعدها تحت الشوايه لغايه ما بياخد الوش بتاع الحليب، يكون الوش متماسك وماسك نفسه كويس جدا. بعدها بطلعه وببتدي ان انا اضيف عليه الماده الدهنيه بتاعتي. هنا لو حابين تضيفوا زبده وزيت او سمنه وزيت او حتى سمنه بس او زبده بس، لكن انا بحب اعمل ميكس بين السمنه البلدي والزيت او الزبده والزيت. الزيت بيخليه مفلفل والزبده او السمنه بيديله طعم حلو قوي. بعدها بدخله الفرن وبطفي الشوايه وبيفضل في الفرن حوالي 10 دقايق. بعدها بخليه لغايه ما بتاكد انه استوى وبطلعه بعدها وبيكون خطير. دي تعتبر ابسط طريقه تقدروا تعملوا بيها رز معمر، ولو عندكم عزومه جربوا الطريقه دي واعتمدوها وصدقوني هتطلع تحفه جدا. ده كده كان الرز المعمر الساده. وحبايبنا المتخصصين